الخير، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين يا شباب. ابغى اخذ من وقتكم شيء بسيط، ومثل ما وعدتكم اني انا اليوم راح اتكلم عن الاب وعن عقوق الاب، وان شاء الله اني ما اطول في الموضوع هذا. تكلمت قبل فترة عن الام وتكلمت كثير، وفي ناس قالوا وش المعنى يعني انك تكلمت عن الام ما تكلمت عن الاب؟ لا بالعكس، ما في اي شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث يوم قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، هذا مو معناته ان الاب ما له حق، لا، بس هو تفضيل في مراتب البر للام عشان الحمل. طبعا هي الضعيفة، الأم هي اللي تحمل وهي اللي تولد وهي اللي تتعب وتسهر، فعشان كذا يكون في البر لها هي الفضل على الأب. المهم، لو سألتك الحين اللي تشوفني أنت، لو قلت لك أنا وش وضعك مع أبوك؟ ما تحسها إهانة لما أسألك؟ المفروض أنت تقول لي عيب عليك يا وليد. وش السؤال ذا؟ وش السؤال؟ هذا أبوي يا وليد، هذا أبوي اللي رباني وكبرني ودخلني المدرسة وخلاني أصير رجال، هذا اللي يجي اسمه دائما بعد اسمي، عزوتي والسند اللي أسرد عليه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا أبوي اللي أرفع راسي عند الناس في المجالس وفي المدارس وفي كل مكان، أبوي اللي أطيعه واحترمه وأقدره عشان أعرف إنه بيجوني عيال بكرة وراح يعاملوني بالمثل. إن طعت طاعوني وإن عصيت عصوني، فيهم الخير، طايعين أبوهم ومربين عيالهم حتى على طاعة أبوهم. هذول الناس اللي تفتخر فيهم. الخير أنا لو أوقف عند الشيء هذا بصير كذاب، لأنه مثل ما يكون في أحد طايع أبوه، فيه اللي عاق أبوه وعاصي أبوه. والنوع الثاني كثير كثير كثير، ودي تدخلون على التعليقات عندي وتشوفون، تمسك راسك والله تمسك. يا عيال، واحد من التعليقات مو من السعودية، من الإمارات، يقول والله يا وليد، واحد كبير في السن أبو عيال يقول يداوم معنا، ما أذكر وش قال لي وش شغلته، بس إنه واضح إنه خلاص أجبر نفسه على الشغل كبر سنه. المفروض عياله اللي يعينونه خلاص على كبر السن هذا يشتغلون عنه. كلمني يقول والله يا وليد إن هذا اللي تشوفه كبير السن الأب، يقول طردوه ولده وزوجته من البيت، يقولون خلاص خرب كبير السن، طردوه برا. انتوا معي؟ انتوا طرد أبوه من البيت عشان أبوه كبر في السن، خلاص أبوه ما عاد له لزمة وطردوه. تطرد أبوك؟ الناس من رحمة قلوبهم إذا شافوا واحد ما يقرب لهم كبير في السن يعينونه، فما بالك في غيره اللي يرفع صوته على أبوه، واللي يتكلم على أبوه، واللي يسب أبوه، واللي يطنش أبوه، ماسك الجوال أبوه يناديه ومطنش أبوه. هذه كلها عقوق. ترفع صوتك اليوم على أبوك وتتكلم على أبوك، مهما كانت مكانتك في الدنيا، معك فلوس ما معك فلوس، تسوي نفسك إنك خلاص كبير على أبوك. العظيم أنت اللي تشوفني وأنت اللي تشوفيني، اليوم تعصي أبوك كما تدين تدان، عيالك بيجون وراح يعصونك. والله بيجي اليوم اللي تندم، وبيجي الشخص اللي يعاملك بنفس ما كنت تعامل أبوك، سواء ولدك أو أي واحد الله يسلط عليك، بس بيجي اليوم أنت ترفع صوتك أو تمد يدك على أبوك. هذه رجولة؟ هذه الرجولة اللي كبرك أبوك عليها؟ لا والله تخسى أنك رجال، أقسم تخسى أنك رجال، وحرام فيك الساعات والأيام اللي كان يكبر ويربي فيك، والله حرام وخسارة فيك لأنك ما أنت برجال. متى بتحس وتندم وتحس أنك خسيس من جد؟ لا بدلوا ثوب أبوك، لبسوه الكفن ونزلوه في القبر، وقتها ابكوا حب، والله وقتها لو تبكي من اليوم إلى بكرة ما عاد ينفع، خلاص راح. فنصيحة، أبوك الله معطيه العمر إلى الحين وانت عارف انك انت مقصر في حقه وعاق في ابوك، مو عيب انك ترجع من الحين. اعتبر نفسك رجال، اعتبر نفسك انك رجال من هاللحظه، توك تصير رجال اليوم، وانسى اللي راح وارجع لابوك. خله يتكلم عليك، خله يسبك، خله يسوي له شيء، ما عليه. عليه يتحمل مره مرتين، روح لابوك 3 مرات، صدقني ما في احن واطيب من قلب الاب، اقسم بالله الاب والام ما في احن واطيب من قلوبهم. اندم الحين وابوك موجود، وان شاء الله نبي يرضى عليك قبل لا تندم إذا صار في القبر، والله ما ينفعك لا عيالك ولا أي شيء. أبوه متوفي الله يرحمه ويتغمد روحه بالجنة. أنا اضطريت إني أتكلم في الموضوع هذا لأنه من جد كثير اللي يقولون تكفي نزل. أقول لك سالفة واحد فقد أبوه وكيف صار بعدين، أقول لك كيف الحالة اللي صار فيها، كان عاصي أبوه قبل. اسمعني، عمره 40 يا جماعة الخير، أبو عيال، يقول كل ما نجتمع يوم الجمعة في البيت لا شعوريا انسحب من عند اهلي واروح اخذ اي شيء من بنات
والله انسحب عشان اروح اخذ اي شيء من ريحه الوالد، ابي اشم ريحه الوالد. يقول والله العظيم اجلس ابكي بكى واندم واقول يا ليت انت اللي تشوفني الحين. ابوك الله يطول بعمره ويخلي لك ان شاء الله ويرزقك بره ان شاء الله، وبر الوالده عشان ما تزعل منك. بس انك مقصر مع ابوك، ارجع من اللحظه هذه، ضبط وضعك مع ابوك دام موجود. والله انت في نعمه، اقسم بالله في نعمه يا اخي. ابتسامه ابوك، ابتسامه ابوك يا اخي، لا شافكم قدام عياله وطايعينه يا اخي، والله ما في احلى منها. خذ عيالك اذا كنت متزوج وجبهم وهم صغار يبدون يحترمون ابوك وامك عشان الله يوفقك والله يرزقك ان شاء الله طاعتهم وبرهم لك ان شاء الله. يا شنب وانت يا مشوشه، تكفى ترى، تكفى تهز الرياجيل، ولولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. الله الله بابوك، الله الله بابوك، طيع ابوك. والله العظيم احلى نعمتين الله معطيك اياهم في الدنيا ابوك وامك، برهم وحافظ عليهم، والله بتلقى السعاده بعدين مع زوجتك وعيالك. شباب انا اقول رساله لكل اب، عامل عيالك بالمساواه، كل عيالك خل تعاملك معهم واحد، لا تفرق بين فلان وعلان. دائما نشوف حنا انه كل العوائل او اغلب العوائل يفضلون الاول اللي هو الكبير، والصغير المدلع اللي هو مدلع الامه خلاص، والباقيين كانهم اعاره من نادي. لا، مع عيالك الكبير والصغير، صح الكبير له احترامه وكذا لانك انت ابو فلان، يعني هذا الكبير له احترامه، بس لا تفرق ولا تفضل واحد على الثاني. واذا كنت متزوج اكثر من وحده، انتبه يا الاب، اذا متزوج اكثر من وحده، الله الله، المساواه بين عيال فلانه وعيال فلانه. صدقني طول ما انت منتبه عليهم ومعطيهم الحق، كل واحد حقه معه، والله العظيم راح يطيعونك على الخير باذن الله، باذن الله. والله الله ببناتكم، البنت دائما هي المسكينه، البنت كذا سبحان الله هي المهمشه في البيت، لكن والله العظيم ترى قلبها ضعيف. والبنت دائما البنات يميلون للاب شوي، يحبون امهاتهم ما نقول لا، بس يميلون للاب شوي. فالله الله ببناتكم برضه، اسال عنها، شوف ايش تبي وايش ما تبي. الأب والأم نصيحة وتكفون، إذا ولدك مهما كان عاصي لك وخلاص ندم ورجع لك، فلا تقفل في وجهه أي باب، حاول. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويسامح، فأنت سامح، والأم تسامح مهما أخطأ الولد والبنت، سامحوهم أنتوا كل شيء بالنسبة. قول لي واحد يقول والله يا وليد أمي كانت زعلانة مني، فكنت كل فترة يدقون علي خواتي أجيب عيالي عشان تشوفهم أمي ويشوفونهم أخواتي. يقول والله يوم من الايام اصريت الا ادخل عند امي ولا اعتذر منها. يقول اول ما جبت العيال ادخلهم فدخلت انا، اول ما شافتني امي طلعت مع الباب الثاني. ليه؟ يقول والله يوم من الايام اصريت الا ادخل عند امي ولا اعتذر منها. يقول اول ما جبت العيال ادخلهم فدخلت انا، اول ما شافتني امي طلعت مع الباب الثاني. ليه؟ يا خاله 9 شهور حملتي وربيتيه وتعبتي عليه، وهالفتره البسيطه اللي جاي يعتذر لك تقولي لي اطلع. الاب والام اللي يشوفوني تكفون الله الله بعيالكم، اذا اعتذروا والله الاعتذار خلاص هذا اشد الندم، حس بالندم وما عاد يبي شيء يصير في عيال. اتمنى ان شاء الله انه رسالتي وصلت. اذن المغرب فانا ابي الحق على الصلاه، اشوفكم على خير بعدين ان شاء الله، تحياتي.